السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هنعمل فيه وليمة سمك بأنواع سمك سهلة وبسيطة، وإن شاء الله تكون في متناول الجميع. شايفين الجمال؟ معانا ايه؟ معانا سمك بلطي حلو كده، ومعانا كمان سمك بوري وسمك بلطي شوي. ده بيبقى الحجم بتاعه صغير شوية اهو يا حبايبي. ده هنجيبه طبعا هنشويه وهيبقى برضو طعمه حلو. معانا البوري بقى الحلو ده بتاع البحر يا حبايبي، طعمه بيبقى حلو. شايفينه بيلمع ازاي؟ كمان معانا كابوريا. عشان تجيبي الكابوريا وتعرفي انها طازة لازم الاصابع بتاعتها تكون كاملة، مش حاجة مكسورة. وكمان الجزء ده بيبقى عريض فيها، وكمان بتبقى تقيلة. دي يا حبايبي بتبقى حلوة فيها لحم، وكمان بتبقى مبطرخة. معانا كمان سمكة البسارية، ده بيبقى حجمها يا حبايبي حلو قوي لمرضى السكر وكمان للعظم. هنبدأ بقى ننضف السمك. هجيب السمك الحلو بقى المبطط ده العريض، تبصي في عينيها تلاقيها بتلمع كده والخياشيم بتاعتها حمرا، تعرف ان السمك ده طازة. هفتحه كده فتحتين لان هتبله ان شاء الله عشان يبقى طعمه حلو. هنا بقى هعمل التتبيلة بتاعت السمك، عبارة عن معلقة كبيرة من بهارات السمك. ما عندكيش مفيش مشكلة. معانا معلقتين كبار من الكزبرة الناشفة، معلقتين كبار من الكمون، وكمان معلقة من الشطة، ومعلقة كبيرة كمان من هريسة الشطة، معلقتين كبار من الثوم، ومعلقتين كبار كمان من الملح. هقلب كل ده مع بعض، والتتبيلة دي هتبقى معايا في كل أنواع السمك اللي احنا هنعملها النهاردة إن شاء الله. همسك بقى التتبيلة تبل بها السمك بعد طبعا ما غسلته كويس ونضفته اهو بالشكل ده كده. هتبله من جوه ومن بره، وهحطه في التلاجة يتشرب من التتبيلة دي بتاعته اهو. وهذا هيبقى شكله اهو، هتبله من جوه ومن بره. هبدأ بقى يا حبايبي بعد ما غسلت الكابوريا بتاعتي مرة واتنين وتلاتة لان بيبقى فيها رملة، هحطها كده في حلة. هقطع بصلاية متوسطة تقطيع عشوائي بالشكل ده كده اهو بالشكل ده. هحط لها معلقة من الفلفل الاسود، وكمان معلقة من الثوم المتبل اللي احنا عاملينه دلوقتي، واحط لها يا دوبك اقل من ربع كوباية مية. شايفين شكلها ولونها؟ بعد 5 دقايق بالظبط هلاقي لونها اتغير. شايفين بقى لونها بقى برتقاني وحلو ازاي؟ وكده عملنا الكابوريا. هنا بقى يا حبايبي البوري بعد ما نضفته طبعا هتبله، هعمله بقى صينية. هنا معانا بقى بطاطس شرايح بالشكل ده، معانا بصل وفلفل وطماطم. هضيف لهم طبعا معلقة كبيرة من الثوم، هضيف لهم كمان كزبرة وكمون وملح. واحشي السمك بتاعي بالشكل ده كده اهو. طبعا هعمل السمك كله بالشكل ده. بعد ما خلصت هضيف له بقى شرايح البطاطس، صدقوني بيبقى طعمها طعم احسن من السمك كمان. فردت بقى هنا السمك خلاص على صينية البطاطس، حطيت لها شرايح من الطماطم والبصل والفلفل بالشكل ده يا حبايبي. واوعوا تنسوا شرايح الليمون اهو. في اسهل من كده؟ لا مفيش. طبعا دخلتها الفرن، فرن يكون طبعا انا فاتحاه قبليها على درجة حرارة 200، يا دوبك ساعة الا ربع وهتطلع الصواني بتاعتي اهو. طبعا ده بقى انا بقى البوري ده برضك هشويه بالردة. تنقوا يا حبايبي بوري البحر احسن من المزارع 1000 مرة. طبعا انا نضفت بطنه. في بقى حبايبي بيحشوه جزر مع بطاطس مع طماطم مع بصل، بس انا بصراحة ما حشيتهوش. غسلته كويس وحطيته اهو في الردة وبشويه.
طبعا لما بشويه يا حبايبي بطلعه على 3 كوبايات من المية. طبعا حطيت لهم معلقة كبيرة من الثوم، وحطيت لهم كمان معلقة كبيرة من الملح. هنا بقى كنت بعمل الرز الصيادية. حمرت البصلة كده بالشكل ده كده اهو، يا دوبك اتحمرت معايا. ضفت لها الملح ومعلقة كبيرة كمان من دقة الثوم، وضفت لها المية وهسيبها تغلي. هنا كمان بقى كنت غسلت السلطة والرز. شايفين بقى يا حبايبي المية غليت ازاي؟ لا بضيف للبصل ولا سكر ولا حاجة، بتديني اللون الحلو ده من غمقان البصلة. هنا ضفت كمان معلقة من دقة الثوم وشوية صلصة، هعمل فيهم شوية سمك بالصلصة. عملت السلطة بتاعتي، وهنا هعمل بابا غنوج. معلقة من الثوم، كزبرة، كمون، شطة، وهنا كنت شاوية البدنجان. هنزل عليهم طبعا بمعلقة كبيرة كمان من الطحينة. والرز كمان اهو استوى معايا، شايفين شكله ولونه. وده كان اكلنا النهاردة. يا رب يكون عجبكم. متنسونيش في اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. شايفين الجمال يا حبايبي؟ ايه رأيكم بقى في العزومة القمر دي؟ اكل سهل وبسيط، وان شاء الله تعمليه ويعجبك، وافكار كلها سهلة وبسيطة. شايفين بقى السفرة طالعة بسم الله ما شاء الله. ويا ريت تجربوا بقى البصل اللي هو في مية الشوي ده، بيبقى طعمه جميل قوي مع السمك. طبعا الاسكندرانية كلهم عارفين. شايفين جمال السمك بقى؟ ده السمك ابو صلصة. وعملنا البابا غنوم، وعملنا طبعا المخلل مع بعض قبل كده، والصواني كانت طلعت اهي، والسمك المشوي. ايه رأيكم بقى؟ حاجة كده اللهم بارك. اوعي تنسيني في اللايك والشير، وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. واسيبك يا حبيبتي في رعاية الله، واقول لك يا حبيبتي ايه، السلام عليكم.